صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم هو كيفية صنع أو عمل أو تحضير دقيق الذرة بالبيت. شلون بدنا نعمل دقيق الذرة من راس الذرة هدول؟ راح آخذها هيك، راح أفرطها. أول شي راح كسرها، هي شوي قاسية، لازم ضروري تكون ناشفة يا أصدقائي. هون كسرتها، لاحظوا بلشت الحبات يفرطوا، بس مجرد ما اني بقلها هيك دغري تفرط. هلا شو بنعمل؟ نخلص كل الكمية ونرجع لكم. هلا بالنسبة للطحن هاي ما فينا دغري نحطها على المطحنة، يعني ما فينا دغري نحطها على ماكينة البهارات أو مطحنة القهوة، لأنه هي حباتها قاسية كتير، رح تتأثر الماكينة كتير. لهيك رح ناخد عندي هون كيس، لاحظوا معي، باخد شوي هيك، بوزعها توزيع بهالطريقة هاي. بجيب الكيس هيك على بعض، وباخد أي شغلة تكون هيك مثل المطرقة أو الشاكوش، وبدقها هيك بهالشكل هذا. لاحظوا هاي كأول مرحلة حتى ساعد الماكينة إنه ما تخرب معي أثناء الطحن. لاحظوا هيك بخلص كل الكمية برجع لكم. عندي هون آخر كمية خلصتها، لاحظوا. هلا يلي بيسخى ماكينته في عادي يضربها على الماكينة كمان بيصير، بس أنا حتى ساعد ماكينتي ما تخرب بعطيها هذا الطحن. لاحظوا الطحن يكون خشن نوعا ما. هلا بحطها بمطحنة القهوة عندي هون أو مطحنة البهارات، شو ما كان بتوفر عندكم بتساووا أو تطحنوا عليها المتوفر أصدقائي. أفضل شي ينطحن بشكل كويس ماكينة القهوة، تعطي طحن مزبوط. هون بلشت خلص أصدقائي، عملت كمية منيحة، لاحظوا معي. وعندي هون المنخل دغري بنخله، لأنه المنخل ضروري يكون ناعم حتى أحصل على هاي النتيجة. لاحظوا للطحين صار عندي طحين عادي، هذا هو. رح خلص الكمية كلياتها. لاحظوا هلأ بس بنخله رح تشوفوا عن شو عم بحكي. هدول هني لاحظوا السحباتة خشنة، رح ردها على المطحنة. هدول رح ردها بهالشكل هاد. وعندي هون باخذ معها كمية تانية من الذرة، وبواصل الطحن، بخلص كل الكمية هيك وبرجع لكم. لو لاحظتوا الماكينة حمي معكم فبتعطوها شوي ترتاح، بعدين تبرد شوي، بعدين تواصلوا طحن باقي الذرة. هون قربنا نخلص، هاي آخر وجبة كانت. لاحظوا شلون بينزل، ضروري المنخل يكون ناعم أصدقائي. هلأ كل شي يضل بالمنخل بنردها للمطحنة نطحنها. شوفكن مرحلة التقديم، لاحظوا صار مثل السميد. هلا هاد هيك صار طحين، طحين جاهز. لاحظوا معي، هاي بنستخدمها للعديد من الوصفات، وصفات أصابع البطاطا المقرمشة للناجتس خصوصي تصير منها الفيجيتار، ولا العديد من الوصفات مثل ما خبرناكم. وصفات اللحوم بشكل عام، وصفات لحوم الدجاج، يعني بتصير تنضاف للطحين كطبقة الخارجية المقرمشة للحم. هنا بنحطها بعلبة تكون محكمة الغلق. نختم الحلقة بالصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بأمان الله. العلبة تكون محكمة الغلق أصدقائي.